بيبدأ الفيلم من الهند بشخص فلاح بسيط جدا وبيكون شغال في الأرض بتاعته، فبيجيله خبر إن مراته ولدت وجابت له ولد اللي هو بيحلم بيه. الراجل طبعا بقى طاير من الفرحة وراح جري على البيت علشان يشوف ابنه. راح أخده من جنب أمه وشاله وقعد يلعب معاه وهو في غاية السعادة، وبيقرر انه هيسميه سيري كانز، وبيقول لأمه انه هيعلمه لعبة الكريكت ويخليه يلعب في منتخب الهند كمان، وده لان صاحبنا ده بيحب لعبة الكريكت جدا، وكمان دي اللعبة الشعبية الأولى في الهند. لكن بقى وسط الفرحة دي احنا بنلاحظ ان الأم وكل الناس اللي حواليها في حالة حزن غريبة ومش مبررة أبدا. لما الأب لاحظ الحزن اللي هم فيه رجع وبص على ابنه من تاني، فبيكتشف ان الطفل للأسف مولود أعمى. طبعا بتتحول فرحة الأب لحالة كبيرة من الحزن، وبيرجع الطفل تاني جنب أمه اللي عمالة تعيط. اللي بيزيد من صعوبة الأمر إن أهل الأب وأصحابه بيكونوا عمالين يتكلموا معاه وينصحوه إنه يتخلص من المولود، وده ببساطة لأنهم أسرة فقيرة جدا ومش هيبقى عندهم لا فلوس ولا وقت ولا مجهود علشان يهتموا بطفل كفيف ويراعوه. حتى الستات اللي قاعدين جنب أم الطفل عمالين يقولوا لها نفس الكلام، وإن مفيش فايدة من الاحتفاظ بالطفل وهو في الحالة دي، وبيكونوا شايفين إن مستقبله هيكون مليان بالمعاناة وانهم كده بيريحوه من حياة قاسية جدا في انتظاره. فعلا الاب بيكون اقتنع بالكلام ده واخد سيري كانز وراح علشان يحفر له قبره ويدفنوا فيه، بس الام بتروح جري ورا جوزها علشان تمنعه من قتل ابنهم، وتقول لجوزها انها هي اللي هتهتم بيه وانهم هيخلفوا طفل تاني وان شاء الله هيبقى بيشوف وهيهتم بسيري كانز. الأب طبعا في الأساس مش بيكون عاوز يتخلص من ابنه، وكان بيعمل كده بدافع الخوف والحب عليه من قسوة المجتمع اللي هم فيه ومن حالة الفقر الشديد اللي الأسرة فيها. بس كلام زوجته رجع له عقله من تاني وقرروا إنهم يحتفظوا بابنهم سيري كانس ويهتموا بيه. فعلا سيري كانس بيكبر يوم بعد يوم وسط اهتمام ورعاية أبوه وأمه اللي بعد فترة خلفوا طفل تاني فعلا، والمرة دي طلع مش كفيف وكانوا فرحانين جدا إنهم خلفوا أخ لسيري كانس هيقدر يهتم بيه بعد وفاتهم. وبتعدي الايام وبيجي اليوم اللي سيري كانس هيدخل فيه المدرسه الابتدائي، وعلى عكس كل اللي الناس متوقعاه من سيري كانس بيبقى طفل في منتهى الذكاء والاجتهاد ويعتبر اشطر طالب في المدرسه. اخوه لما بيكبر هو كمان بيساعد سيري كانس انه يروح للمدرسه كل يوم. في المدرسه بيبقى سيري كانس قادر يتابع دروسه بشكل افضل بكتير من باقي اصحابه مع انه كفيف وهم كلهم بكامل صحتهم. ده بيخلي واحد من اصحابه اسمه ماهيش يغير منه جدا ويروح له بعد المدرسه ويعرض عليه يلعب كريكت معاهم. سيري كانس بيكون نفسه يجرب اللعب مع باقي اصحابه فبيوافق، بس ماهيش من الغيره اللي جواه بيخبط الكوره في وش سيري كانس وبيوقعه على الارض ويروح يقول له انه اعمى ومستقبله معروف من دلوقتي وانه هيبقى